تخيل كده سقف الصاله مبني من طوب بس من غير اي عمود في النص يشيله، وطوله يعدي 37 متر، يعني تقريبا في ارتفاع عماره 12 دور، ومبني من كام سنه بقى؟ من 1500 سنه. المبنى ده لسه لحد النهارده واقف بيطلع لسانه للجاذبيه. عصير ليمونك الفريش. وتعالى نروح المدائن في العراق ونشوف الاعجاز الفارسي. طاق كسرى. ايه هو طاق كسرى؟ ومين كسرى ده اصلا؟ وايه الليمونه دي؟ بص يا اخي، طاق كسرى او ايوان مدائن ده كان جزء من القصر الامبراطوري الساساني في عاصمه الفرس القديمه. كسرى بقى الاول ده اللي هو انشيران، قعد كده وقال للمعماريين بتوعه انا عايز صاله استقبال تخلي الاكس بتاعتي تتحسر على بختها اول لما تشوف. وطبعا المهندسين هناك وقتها ما كانش عندهم كلمه لا يا فندم ده الاستشاري يا فعملوا اكبر قوس مصنوع من الطوب اللبن غير المدعوم في العالم كله لحد النهارده. طب ازاي القوس ده واقف؟ المهندسين الفرس ما استخدموش الطريقه الرومانيه القديمه البلدي بتاعه بناء الاقواس. الرومان كانوا بيعملوا شاسيه خشب الاول وبيبنوا فوق. الفرس قالوا لا، احنا لا مؤاخذه مش بتوع الكلام ده، احنا هنبني على الهواء. لما جم يبنوا ما حطوش الطوب افقي، الطوب مبني بزاويه مايله او طوبه واقفه، كل صف طوب بيسند على اللي قبله وهو مايل، فبينقل الاحمال بالتتابع للخلف. تاني حاجه بقى وهم بيبنوا القوس ده عملوا ايه؟ استخدموا ماده رابطه عباره عن جبس سريع الشك. المونه دي كانت بتنشف في دقيقه، يعني يا دوبك البنا يحط المونه يحط فوقها الطوبه تثبت في الهواء في دقيقه ويبني على طول اللي بعدها من غير ما تقع.